حياة الإنسان هي أغلى حاجة بيمتلكها في وجوده على الأرض، وطول فترة حياته ما بيقدرش قيمتها غير لما بيقرب من الموت بطريقة أو بأخرى. الموت هنا هو أنطوان اللي شايف إن الحياة أو إن حياة الإنسان ملهاش قيمة، فبيقرر يبقى هو الموت أقوى حاجة ممكن إنسان يواجهها. ولأن وجودك أو عدمه مرهون بالقدر، كان لازم أنطوان يحاول يتحكم فيه بالعملة بتاعته، ملك أو كتاب. واحدة منهم معناها الموت والتانية فرصة تانية. Call it. Call it, yes. For what? Just call it. في الحقيقة أنطوان مقرر من نفسه مين هيموت ومين لأ، هو بس بيحب يلعب لعبة القدر. زي في مشهد البنزين، صاحب المحل وهو بيبرر إنه ما اختارش حتى إنه يدخل اللعبة، بيقول له أنا ما راهنتش على حاجة. رد أنطوان كان غامض بس مفهوم في نفس الوقت. لأ، أنت راهنت عليه، طول عمرك بتراهن عليه. وكأنه بيقول لك كل تجاربك وقراراتك واختياراتك في الحياة وصلتك للحظة دي، اللحظة اللي لو خسرت فيها هتخسر كل حاجة، ولو كسبت You stand to win everything. Call it. The challenge was to create this person who would feel nothing. He will follow his own ethics no matter what, and he will do it against his own will. Like if something beyond his control or over him is telling him how to act, and still we don't know what it is. There are things that must be done in terms of create a better world, what he thinks is a better world. And in this case, it's a world where people don't marry into businesses. ولما كان أنطوان بيمثل الهدوء والتأني وأخذ القرار اللي هو شايفه أنسب بدون أي عاطفة أو رحمة أو شفقة، كان لازم البروتاغونست يكون على النقيض. وده فعلا حال ويلن، العاطفي والمتسرع، القناص اللي بيخطئ الهدف بس بيحاول يصحح الموقف من إيمانه بالإرادة الحرة وتحديه للقدر. هو عارف إن قراره إنه ياخد الفلوس وقراره إنه يرجع يسقي الراجل العطشان قرارات ممكن تموته، بس بيختار عن قناعة إنه يحارب الموت، لأنه مؤمن إنه لو جامد كفاية وخد حذره هيقدر يعيش. ودي كانت تقديمة الأنتاجونست والبروتاجونست في أول ربع ساعة في الفيلم. في شخصيتين تانيين في الفيلم لازم أتكلم عن التقديمة بتاعتهم، وهما شخصية المأمور أو الشريف بتاع القرية اللي ماشي بالقانون، أو تقدر تقول هو نفسه القانون أو الحكمة، نفس الشخص اللي بيحب يسمع حكايات القدام أو الأولد مين علشان يقارن ويتعلم. ودي الرمزية الأوضح في الفيلم، الصراع بين القدام والشباب، الفكر الجديد اللي بيعاني في فترة التطور لأنه مش قادر يواكب، مش قادر يتعلم ويفهم الجيل الجديد. وممكن تكون رمزية سياسية بس مش ده المهم. المهم ان الاتنين الكبار في السن او الاولد من الوحيدين اللي فضلوا عايشين في الفيلم هما الشريف او المأمور وبتاع البنزين، والاتنين علشان كل واحد فيهم بيتعلم الدرس بطريقة او باخرى، مش بيقاوم التغيير. But I don't want to push my chips forward and go out and meet something I don't understand. وزي ما دول كانوا بيحاولوا يتعلموا ومش بيقاوموا كتير، كانت الشخصية الرابعة كارلا، مرات لويلن، اللي ماتت مش بسبب انها بتقاوم، بل بسبب انها وثقت في اللي كان بيقاوم These هو people will لويلن. kill him, Carla Jean. They won't quit. He won't neither. He never has. He can take all comers. بس لما جت لحظة موتها استسلمت وفهمت الموقف، وعلشان كده ماتت في سلام بعيد عن عينين الكاميرا. كل اللي ماتوا في الفيلم وموتهم كان شبه شخصياتهم. اللي عاشت في سلام ماتت في سلام، اللي عاش علشان الفلوس مات قبل ما يوصل لها، اللي لعب بالسياسة من على الكرسي مات بسبب السياسة لما سياسته ما عجبتش أنطوان، اللي مش مقرر كويس وبيحاول يقاوم من غير ما يفهم وبياخد قرارات غلط، كان لازم يموت علشان قرار غلط وبطريقة غير اللي هو متوقع. كان ممكن الفيلم يكمل والمحارب القديم في فيتنام يقتل المسخ اللي بيموت الناس، وكان هيبقى فيلم حلو بس متكرر. بس المؤلف قرر انه يموته بعبثية شديدة شبه قراراته، وتتحقق حكمة أنطوان بأن قراراتك هي اللي بتعمل نهايتك. وهو قرر بدل ما يروح يقابل مراته انه يستمتع بوقته دقايق قليلة، وهي دي الدقايق اللي مات فيها بسبب المكسيكيين اللي هم الجداد. He thinks there's going to be obstacles, but for a guy who's been in Vietnam twice and gone through two tours, I think he feels resourceful enough to be able to pull it off. Like Javier's going to come after him. I mean, come on, who would? You know, when he shows up. You know. I mean, this is a. Like Godzilla. You don't understand. You can't make a deal with him. Even if you gave him the money back, he'd still kill you just for inconveniencing him. Yeah, he's
psychopathic killer, but so what? كلام الشخصيات عن بعض كان بيوصف الشخصيات، ولو فهمت كل شخصية كده هتفهم الفيلم، لأن الفيلم قصة تعامل الشخصيات مع الوضع اللي هم فيه زي أفلام كتير، بس الفرق في نوعية الشخصيات وعمقها. ولأنه زي ما قلت قصة شخصيات، عاوز أضيف إن الفيلم كله بيدور حوالين أنطوان الموت، شخصية الأنتاجونست. He doesn't think there's going to be some, this mythological, Chigurh, death incarnate. ولو عرفنا بطل الفيلم على إنه الشخصية الرئيسية اللي بيرتبط بيها المشاهد وبيتعلم منها دروس، أظن الويلن مش مناسب خالص، لأنه ما تعلمش حاجة. أنطوان مش مناسب برضه، لأنه معمول بطريقة كويسة جدا إنه يكون هو الأنتاجونست. والحقيقة إنه هو اتعلم درس هو كمان، إنه أضعف من إنه يبقى هو الموت، وأضعف من إنه يتحكم بالقدر، بل هو نفسه أصبح الأولد مان الضعيف، ولازم يتعامل كده. والفلوس اللي ما كانش معترف بيها هي اللي أنقذت حياته في الآخر لما عرضها على الأطفال. لكن البطل الحقيقي هو المأمور، اللي شاف من بعيد التغيير وراقبه بحكمة وتعلم الدرس. خلال أول ربع ساعة من الفيلم اتقدم لنا نبذة عن الشخصيات الأساسية الثلاثة ومعهم المأمور. فهمك لكل اللي فات هيسهل عليك فهم باقي الفيلم. The point being that even in the contest between man and steer, the issue is not certain. وعلشان إيقاع الفيلم البطيء، وعلشان بعد أول نص ساعة كان ممكن تنام من النقلات والأحداث، الفيلم خسر كتير من اللي ممكن يقدمه. وده شيء بيضايقني في الأفلام الفنية زيادة عن اللزوم، إنك بتغرق أوي في الرمزية لدرجة إنك بتنسى المشاهد العادي، بتنسى الأساس. في نهاية الفيديو عاوز أقول نظرية كده مش متأكد من صحتها، بس ممكن تكون فيها حاجة من الفيلم. الغرور والغضب والشهوة والجشع، الحسد، الكسل والشراهة، دول هم الخطايا السبعة. ولو قدرت تطبق كل واحدة من الخطايا السبعة على الشخصيات أو على الشخصيات اللي ماتت بالتحديد، تفهم إن لكل واحد موته كان له سبب، وإنه كان متقرر إن هو يموت من الأول لأنه وقع في خطيئة من الخطايا أو في كذا خطيئة من الخطايا، أو ممكن في حالة لويلن وقع في السبع خطايا. أتمنى لو الفيديو عجبك تعمل لايك، تعمل سبسكرايب، وبس كده. If the rule you followed brought you to this, of what use was the rule?